ليه ب3 ايام نقعد مع بعض، نتجمع في اوضه نتكلم كلنا، تحضروا بعض، بنحضر بعض مع بعض على طول، بنحس بعض على المكسب، على الروح. لازم نحب بعض في الملعب، نأدي بشكل جماعي، الناس كلها تحب بعض، وتعاون وقوه وروح. وده السبب من الاسباب اللي احنا وصلنا كاس عالم، وكنا عايزين ناخد البطوله بس ما حلفناش الحظ. والحمد لله يعني كل الفرق أدت بشكل كويس، والحمد لله بفضل ربنا وفضل زملائي قدرت احرز هدفين. الحمد لله وصلنا كاس عالم وخدنا المركز الثالث الحمد لله. نني قول لي اصعب مباراه عليك او اصعب لحظات كانت موجوده في مباراه من المباريات كانت ايه؟ ايوه كان ماتش جنوب افريقيا طبعا. عشان كان ده اللي هيعينا كاس العالم. تعلي صوتك، انت ما فطرتش ولا ايه؟ ده اللي هيعينا كاس العالم وكده. فالحمد لله يعني الماتش كان صعب جدا يعني، على مش صعب ككوره وكده، كان لازم يعني كنا لازم نكسب عشان خاطر نوصل كاس العالم، وده الماتش الوحيد اللي كان وصلنا. وكان ماتش صعب عشان كنا البلد المستضيفه ديت اللي هي جنوب افريقيا، كنا لازم نكسب يعني عشان نوصل كاس العالم. ده اصعب ماتش يعني. ده كان صعب عليكم لان التجهيز النفسي موجود، عدد كبير من الجمهور حضر الماتش، ولا كان الجمهور قليل بالمقارنه بان مثلا لو المنتخب الاول بتاعهم بيلعب كان هيبقى الجمهور الجمهور كان مش كتير في البطوله كلها، والجمهور كان قليل جدا. بس البطوله كانت صعبه بصراحه يعني. البطوله كانت صعبه على كل الفرق، وكان المنتخبات كلها قريبه من بعضها يعني. بس انا يعني كنا نفسنا نوصل النهائي يعني. بس الحمد لله. واحنا كمان كان عندنا عامل ان هو احنا جايين عايزين ناخد البطوله. طيب كلمني شويه بقى عن الجون ده، لان انا الحقيقه انا ايه مش عارف هو جه ازاي. يعني قول لي توقعك ايه، او انت بتخش على كره ميته تقريبا يعني. هو انا ضغطت من يعني احنا خلصنا الشوط الاول، واول ما ابتدينا الشوط الثاني قالوا لازم تضغط. فهو بيرجعها للمدافع، فانا ضغطت على المدافع. فالمدافع راح مبصيها وسابها ومشي، وراح الجون راح مبصيها للجون، والجون راح جاي لعبها لصاحبه وراح لف في المدير ورجع للجون. فهي الكره الارض كانت ساعتها الارض بايظه، احنا بنلعب على الارض من اول بطوله شتاء ومطره وبتغرز وكده بايظه خالص. مش هي اللي انتوا كنتوا بتشوفوها ساعه كاس العالم؟ لا مش هي الارض وحشه جدا. لا الارض وحشه جدا. فجم بيباصي الكوره راحت نطت وقفت. فانا بشيلها من على رجل المدافع، فراح المدافع شايطها ورحت انا شايط، راحت خبطه ورحت طالعه من فوق الجول. راحت قلشه، راحت داخله جول، خبطت طلعت فوق الجول. دخلت عند ربنا كده. صحيح، ده عند ربنا صحيح. يعني شناوي انا بشعر فيك انك عندك سمات قائد الفريق، عندك توجيهات كويسه. الفريق منتخبنا الوطني بيعتبر افضل شباك، لم تهتز شباك منتخبنا الوطني الا بهدف وحيد، وانت كنت مسؤول عن الموضوع ده. قول لي انت كنت مركز قوي قد ايه في المباريات؟ طبعا اول حاجه احنا الفرقه كلها كتيم واحد كنا مركزين زي ما قلت لك من مصر، من قبلها ب3 شهور، من اول شهر واحد اما قالوا هتتاجل شهر في الثاني لغايه اما اتلعبت في جنوب افريقيا. فكنا مركزين قوي، لان طبعا البطولات دي انت عارف ان في ناس انديه اوروبيه بتتفرج على الماتشات. ايوه، بتتفرج على المنتخبات كلها. فطبعا اي حلم يعني حلم لاي حد اللي هو يجرب الاحتراف الخارجي، وانا طموح من طموحاتي اللي انا ربنا يكرمني واحترف بعد البطوله دي، وان شاء الله ربنا يكرمنا. بس فبمعاونه تاحه وحجازي وايمن ورامي وصبحي لما كان لاعب ادينا بشكل كويس ورا، والكابتن ضياء معظم التمارين كلها بتبقى بيوقفنا ازاي، ومثلا نضرب الاوفسايد ازاي كلنا مع بعض، يعني مظبط الحته دي كويس. وانت مركز في دورك، مركز انك تعمل دورك زي ما الكابتن ضياء بيقول لك بالظبط. طبعا يعني الكابتن ضياء توجيهاته قبل كل ماتش، والكابتن سعفان طبعا بيقولوا لي على حاجات بعملها، ازاي اقفل ورا حجازي وورا تاحه. دي حاجات من ضمن الحاجات اللي كويسه، بدليل احنا ما دخلش فينا غير جون من ضربه ثابته، والحمد لله توفيق ربنا. طبعا اول حاجه طبعا توفيق ربنا ومعاك الحقيقه كمان حجازي وفتاح تاحه، يعني الاثنين من اللاعبين المميزين جدا في المركز ده، هم متفاهمين يعني. هم من اول ما المنتخب اتعمل وتاحه وحجازي هم الاثنين بيلعبوا مع بعض. بس يعني وانا وراهم انا او عواد. بيفرق لما يكون في انسجام، لما يكون خط الظهر كله واخد باله من بعضه، ده بيفرق بالنسبه لحارس المرمى، بيديك امان شويه. طبعا ما بيلعب ناس قدامك الاثنين بيعرفوا يلعبوا مع بعض، وبيعرفوا امتى يطلعوا وامتى يرجعوا، ويتكلموا معاك وانا اتكلم معاهم. طبعا بتفرق، دي حاجه بتبقى حاجه كويسه جدا طبعا في التفاهم مع الفرقه كلها عامه. طب ما تقول الو كده تشوف مين معاك على الخط. الو، قول الو بصوت عالي شويه. الو كابتن سعفان الصغير، منورنا واهلا وسهلا بحضرتك. نجومك وابنائك متواجدين معانا، ومعانا الشناوي ومعانا النني ومحمد حمدي. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن سعفان. ايه يا عم شناوي، ايه مش عارف تمسك الكوره شناوي؟ ده تاحه ده. مين معانا كابتن سعفان صح؟
ايه يا عم شناوي؟ لا عبد الفتاح. ساعات جاي تقعد في البرنامج يا عم شناوي؟ دي بقى الكاميرا الخفيه. ده عبد الفتاح، ده العربي ده عبد الفتاح. هو قال لي الحقيقه في الاير بيس ان هو كابتن سعفان، بس ما علينا يعني تمشي. تمشي. محمد عبد الفتاح لاعب منتخب الشباب، اهلا بيك يا تحا. يمكن بيتكلم لسه عليك الشناوي، بيقول ان في تركيز ما بينك وما بين حجازي، وده اللي خلى يمكن مرمى منتخب مصر لم يهتز غير بهدف، والهدف دخل من ضربه ثابته. كلمني شويه عن الانسجام اللي كان موجود ما بينك وما بين حجازي، والروح اللي كانت موجوده في الفرقه بشكل عام. اتفضل. طبعا احنا يعني الحمد لله احنا خدنا احسن دفاع يعتبر في افريقيا، دخل فينا جول واحد. بس احنا بقالنا 3 سنين يعني متعودين، انا واحمد الشناوي واحمد حجازي وطبعا ايمن اشرف وفي كمان يونس ومحمود عزت، يعني ما ننساهمش. يعني بقالنا 3 سنين شغالين يعني، وبالذات كمان مش عايزين ننسى كابتن مصطفى يونس برضه عمل شغل معانا كويس تكمله الكابتن ضياء. فيعني الكابتن ده كان بيدربنا يعني على الديفنس دي قبل البطوله، عمل معانا تمارين جامده جدا، فالحمد لله يعني استفدنا بيها في البطوله ويعني ان شاء الله في كاس العالم نبقى احسن في اول ماتش مع البرازيل ان شاء الله. ايه حكايه شناوي مش عارف يمسك الكوره دي؟ ايه دي؟ الكابتن سعفان دلوقتي انا هيتصل بيا هيموتني. هو كان بيحاول يقلد لك صوت كابتن سعفان بس انت ما خدتش في بالك. سين بين كابتن سعفان وعبد الفتاح، فهم بيعملوه مع بعض، فهو انا اول ما سمعت قلت لك ده تحا مش كابتن سعفان. عبد الفتاح، يعني اكيد في مواقف طريفه بتحصل ما بينكم، يعني بيقولوا لي في الاير بيس زملائنا في الاعداد كنت بتزق مين في البسين يا عم؟ في البسين كان بقينا المفروض سيد وحسين السيد كان هيموت مننا بعد ماتش جنوب. كان هيموت حسين. ده من الهزار ما قتل. هزار كده، ما طلع ما بيعرفش يقوم، ما بيعرفش ان هو ما بيعرفش يقوم، افتكرناه بيهزر طلعناه بعدها ربنا سترها ساعتها يعني. طيب بجمله بقى بتقول لمين يفك كيسه شويه قافش على نفسه ما بيصرفش. ايه؟ بتقول لمين فك كيسك شويه قافش على نفسه ما بيصرفش. ده عايز اقول لك ان النني دوت يعني بلاش يا تحت. النني دوت بلاش يا تحت. النني ماسك على نفسه شويه. ها النني ورام ربيع اكتر اثنين يعني بسم الله ما شاء الله بيجيبوا عربيات. محمد صلاح عنده فيلتين. فينا تتقلب. طب محمد صلاح طيب؟ لا محمد صلاح ده يعني ده من العصابه بتاعته، هو عمر جابر ومحمد ابراهيم، يعني ما اقدرش انساه. انتوا مقسمينها شلل بقى يا سيدي. عصابات. طب قول لي بقى العصابات عباره عن مين؟ التقسيم بتاع العصابات ايه؟ حبيبي يا تحت. طبعا المفروض معانا حجاز واحمد الشناوي، بس معانا طبعا الثلاثه الاساسيين عمر جابر ومحمد ابراهيم ومحمد صلاح. دي عصابه الفراوده. لا صح كده؟ لا باكات وفراوده. لا ماشي، لا دي انا بسميها عصابه الفراوده. الفراوده دول اللي بيهاجموا على طول، دول اللي يعني اللي فيهم البيج بوس اللي بعديه. لا بعديه بقى ما فيش، كلهم يعتبروا يعني ما حدش يقدر يتكلم، يعني احنا الكبار خلاص كده. شفت بقى؟ دي العصابه الاساسيه. دي العصابه الاساسيه بتاعتنا. عبد الفتاح، قدامكم مواجهه اكيد صعبه جدا، كاس العالم كله منتظر منكم، خلاص انتوا طمعتوا الناس وشبطوهم، يعني متخيل ان انتوا تقدروا تعملوا ايه باذن الله في كاس العالم المقبله في كولومبيا ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله نوعد الناس ان احنا نعمل ان شاء الله مركز كويس، بس ما يكونش بس في حكم بتاع ماتش الكاميرون ده عشان ربنا يسترها معانا ويبعد عننا الحكم اللي كان موجود في ماتش الكاميرون ده، وان شاء الله يعني في البطوله الجايه نعمل مركز كويس ان شاء الله احسن من المركز ده باذن الله. وطبعا ماتش البرازيل الناس بتعاقب عليه، لان الناس بتقول من دلوقتي ان احنا هنفطر كده، لا احنا زينا واحسن منهم كمان ان شاء الله في ماتش البرازيل، وهنوريهم كمان في الملعب باذن الله. خليك معانا يا تحا عشان معانا واحد من العصابه. محمد صلاح. الو مين بقى اللي معانا من العصابه؟ محمد صلاح. ما احنا عارفين بس قول للناس بقى. كابتن محمد صلاح منورنا، اهلا وسهلا بيك في مودرن كوره وكوره النهارده. يعني بيقولوا انك من العصابه بقى، احكي لنا اخبار العصابه معاك ايه؟ تمام الحمد لله. الاول احب بس اسلم على الشناوي والنني وجده. ايوه بالظبط. حضرتك يا استاذ ابراهيم طبعا. اهلا وسهلا بيك يا محمد. وان شاء الله والله احنا الحمد لله ادينا بشكل كويس في البطوله وعملنا ماتشات كويسه جدا، والمفروض والمفروض كنا نحصل على مركز احسن من كده، بس هو نصيب بقى. لا نصيب وحاجه رائعه، واحنا كنا يعني الحقيقه ما كناش متخيلين ان انتوا تقدروا توصلوا لهذه المسافه. كنا بنتمنى بكل تاكيد ان انتوا تتمكنوا من الفوز على الكاميرون، لكن تشكروا على اللي انتوا وصلتوا له. باذن الله احنا طمعانين زي ما كنت بتكلم مع عبد الفتاح ان انتوا تقدروا توصلوا لاكتر من كده، تذهبوا بعيدا باذن الله في كاس العالم. انت اطلقت على محمد حمدي جده، دي انت اللي اطلقتها ولا ده موجود بقى اصبح سيم في الفريق دلوقتي؟ لا ده هو خلاص بقى معروف اسمه جده في الفرقه خلاص يعني. بقى المنقذ خلاص. خلاص. مين اللي سماك الاسم؟ في الفرقه.
الفرقه كلها الفرقه كلها اطلقت عليك جدا. عاجبك اللقب؟ طبعا عاجبني. لازم يعجبني. بيقولوا لي ان كابتن حسن شحاته هو اللي اكتشفك، هو اداك المنتخب. الكلام ده صح؟ انا سمعت كده. هم قالوا كابتن حماد صدقي وكابتن شوقي غريب هم اللي قالوا الكابتن مصطفى يونس. هو في حد يعرفك يا جدو؟ حبيبه صلاح. هو في حد يعرفك؟ حبيبه تحت. ماشي تحت يا عم تاحة. صلاح تاحة وصلاح. صلاح قول لي ايه اللي بيحصل بقى؟ شغل العصابات المافيا اللي انتوا عاملينها ومقسمينها 3 عصابات، مين اللي منتصر في الاخر؟ شكل السيطرة عامل ازاي في النهاية؟ لا ما احنا كده لو قلنا خلاص مش هنعمل حاجه بعد كده خلاص. لا فهمني بس، انا عايز اعرف الخطط بتاعت العصابات بتاعتكم ايه؟ والله حضرتك برضه شناوي من ضمن العصابه، من مؤسسي العصابه، يعني ممكن حضرتك تساله وهو برضه خبره في الحاجات دي. بص مشكله شناوي انه ايه، دبلوماسي قوي وهادي قوي ومركز في كل كلمه، فانا مش عارف اصطاده في اي حاجه. لا والله مركز. فلا راضي يقول لي بقى من انهي عصابه ولا راضي يتكلم. انا من عصابه صلاح وتاحة وحجازي الاربعه بتوع الزمالك. اعترف على نفسه خلاص كده انت دي موجود العصابه عليه. بتاعتنا. دي العصابه الثانيه دي بتاعت النني وعلي فتحي، دي عصابه ثانيه. طيب انا عايزكم تتكلموا مع زمايلكم، مع محمد صلاح ومع تاحة، انتوا اللي تديروا الحوار خلال الدقايق دي. اتكلم لو عايز تكلم صلاح تقول له ايه؟ صلاح اقول له البطوله كلها عمال تضيع علينا في جوان وجاي تجيب جون اول ما رجعت في الدقيقه 90. مش هينفع. استقصدنا ولا صلاح؟ يا صلاح شويه بقى. والله مش عارف، ده كاس اتلس في البطوله. كنت قابض الحكم الكاميروني مقبضك عشان ما تجيبش جوان ولا ايه؟ كاس العالم بقى ان شاء الله. ولا طلعت لسانك ولا عملت لنا القلب يا صلاح. ماشي يا جدو ماشي. الله اشكركم شكرا جزيلا محمد صلاح وعبد الفتاح تاحة، نجوم منتخب الشباب. روح حلوه الحقيقه، انا مستمتع جدا بالحوار. اتمنى تكونوا حضراتكم كمان مستمتعين بروح الشباب اللي موجوده. هم خدوا بالكم ان دايما الانجازات ما بتخلقش غير من رحم الحب، يعني الناس لازم تبقى تحب بعضيها علشان تلاقوا ده بيحصل. يعني اللي موجود في ارض الملعب ده مش هيبقى ماشي كويس الا اذا كان بره ارض الملعب في حب، في نوع من انواع الاستقرار النفسي والذهني بالنسبه للاعبين. فما تستغربوش لو لقيتوا كمان باذن الله منتخبنا قادر على انه يعمل حاجه في كاس العالم. تاحة كان بيتكلم عن حكم مباراه الكاميرون، ظلمكم جامد. طبعا الحمد لله طبعا على كل شيء، بس هو يعني هو جه علينا شويه بصراحه. اللاين زمان بالذات من اول دقيقه في الماتش وعمال يحسب فاولاته كل شويه مش عايز. استغربنا حتى كلنا بقينا بنبص لبعض في الملعب وهو مش سامع ولا اي حاجه. وبانت بقى في البلينات. يعني انا مش عارف بقى، انا اتقدمت زي ما بيقولوا بس انا مش عارف، انا مش شايف ان ليا فيها حاجه. يعني انا صديت كذا بلين في ماتشات كتير وديه او رسميه، ما كانش ده بيحصل، بس انا مش عارف ليه بقى. الشناوي ده كان ايمن اشرف كان بيقول للحكم اللاين زمان ده، بيقول له العب من هنا، قال له العب وبعد كده يحسبها اوت في الاوتات. طب ازاي انا بسالك وبقول لك العب من هنا بتقول لي العب وبعد كده بتحسبها فاول عليا؟ بيضلله. والله ما تعرفش. يعني جاي عليه. وبعدين كمان خايف من لعيبه الكاميرون باين. لعيبه الكاميرون كلهم. وبعدين في البيلين كمان، في البيلين يعني احنا خسرانين وعلينا ضغط. على الخط. اتفرج يعني على الخط والله. من على الخط، ده هي كرتهم اللي هي على الخط. يعني انا شايفها كرة عاديه الحقيقه يعني. والكرة بتاعتهم الجون هو اللي طالع فيها، اللي اول الكاميرون بتاعت حجازي لو بص مش كل شويه اللي صدت هو اللي طلع مش احنا. كورته هي اللي هو مش هو اللي عاوز يجاملهم. يعني جامل. جامل بس مفتري شويه. ما لو عاوز يجامل في اول واحده ماشي خلاص. ده مرتين ده انا استغربت بقى. طب يعني احنا خسرانين وعلينا ضغط وبتاع، تعيد من على الارض. بس ده انت متحرك اهو من على الخط والله. هات بتاعت الكاميرون هتلاقي برضو متحرك ما خدش خطوه، ما كملش غير خطوه. هو استنى بس لحد ما دخلت جون. ايوه خلاص بقى وكده بقى هي بس تعدي الخط. بقت وبعدين يعني احنا خسرانين وعلينا ضغط كتير. ده بيقلقكم بقى، ده بيقلقكم في الملعب لما بتحس ان الحكم كمان جاي عليك. منحاز بطريقه يعني مش مثلا واحده لا، منحاز باينه في كل حته. بينرفزك ضلالي يعني. باينه يعني فجور غريب في كل حاجه. اوفسايدات مش موجود، البلينين اتعادوا. هو حكم مباراه الكاميرون بس اللي كان جاي عليكم ولا كان في حكام تاني في المباريات؟ لا كاميرون بس بصراحه. ده الحكم ولا بصراحه كاميرون، الحكم بتاع الملعب واللاند هما الاثنين علينا من اول ماتش. ينرفزك يخليك تتنرفز اصلا، تطلع بره الجو. انا بيتهيألي مباراه الكاميرون تحديدا انتوا كنتوا داخلينها وانتوا عندكم شعور ان انتوا فايزين على الفرقه دي اكتر من مره، الوضع مختلف بالنسبه لكم معنويا افضل. فوجئتوا ان احنا عاملين حساب الفرقه غير الماتش كمان ان انتوا بتلعبوا الفرقه ديت. فوجئتوا ان كمان الحكم واللاين زمان احنا عاملين حساب الفرقه. يعني احنا قلنا كسبناها في مصر 3 مرات، فده ما يقللش منها. احنا دي بطوله وتفرق عن الماتشات الوديه وكده، فكنا عاملين حسابنا جامد. بس دخلنا لقينا الحكم بيعمل حاجات مش في الكوره اصلا. واللاين مان برضه علينا وحاجات كده، لقينا حاجات غريبه. قلنا الماتش بيضيع مننا يعني.
بس الحمد لله ربنا يعني هعرف منكم وهعرف منك تحديدا الشناوي، كابتن ضياء السيد اتكلم معاكم وقال لكم ايه قبل البطوله؟ اتكلم معاكم ايه بعد ما فزتوا بالبطوله؟ التجهيز الاعداد النفسي للفتره المقبله باذن الله. بعد الفاصل هنروح